هذا الرجل درويش فلاح بسيط كان كيطعن زيت الزيتون في الرحاء ديال الحجر الراحة تقليديه باش يبيع الزيت في المدينة. بدا يطحن زيت الزيتون في الآخر مع الطاش. بزرف أعطاه خمسه يطرو في القنطار مغرور الشيطان، وبغى يغش بغغا زعما يدير الزيت مزوار صونا على شيء واحد في كازا، وقال له أجي نعطيك الزيت النخل اللي كيخدموه به الشركات ديال الشكلاط. الزيت الرخيص سميته زيت النخل، وهذا الرجل إقليم تابع للجرف الملح وصونه على شيء واحد في كازا، وأعطاه ذاك الزيت النخل وجب وبدا يخلطه مع الزيتون باش يعطوه الزيت الكثره، وأعطاه المضاء والزيت والنسمه ديال الزيت والزيت زوين. حبس ذاك الزيت ولا مطلوب قداس استقبال بزياف في المدينة، وبالثمن رخيص الزيت الخل يطيح عليه ب7 دراهم اليوترو كيلتت مع الزيتون، والزيتون كيشريه ب2 دراهم ونص، وكي يخلط معه زيت النغل 15 دراهم لتروي. هذا الشيء مربح بزياف.